السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اول حاجة بعتذر ان صوتي متغير، انا حاليا تعبانة ولكن ما كنتش حابة اني اتأخر في تنزيل الفيديو ده، علشان كده انا بصوره دلوقتي. النهاردة ان شاء الله باذن الله هنتعلم مع بعض ازاي نقدر نعمل الفيل الكروشيه ده. هو ده شكل الفيل، وان شاء الله طريقته تكون سهلة علينا وما تاخدش مننا وقت طويل. ومش هطول عليكم، يلا بينا نشوف الادوات. هي دي الادوات اللي احنا هنستخدمها. اول حاجة عندي هي الخيط. انا في الفيديو ده مستخدمة خيط قطيفة، لكن انتوا براحتكم خالص، ممكن تستخدموا اي خيط تاني انتوا حابينه. برضو هحتاج ابرة كروشيه، واهم حاجة ان الابرة تكون نفس مقاس الخيط، والابرة اللي انا مستخدماها مقاسها 5 ملم. وهحتاج حاجة اعلم بيها بداية او نهاية الدور، وبرضو هحتاج مقص علشان اقص بيه الخيط، وهحتاج ابرة علشان اقدر اني اخيط بيها الودان، وبرضه هحتاج عيون بلاستيك، لكن لو انتم معندكوش العيون دي ممكن تستخدموا خيط اسود علشان تقدروا تعملوا بيه العيون. وهحتاج حشو علشان احشي بيه الفيل بتاعي، ويلا بينا نبدأ مع بعض. علشان ابدأ الفيل اول حاجة هعملها هي اني هعمل 6 غرز حشو جوه دايرة سحرية. انا هنا مستخدمة خيط قطيفة، وبالخيط القطيفة انا بفضل اعمل دايرة سحرية بطريقة السلسلتين، وهي اني هعمل عقدة منزلقة، وبعد كده هعمل 2 سلسلة، وفي تاني سلسلة من الإبرة هتعامل معاها على أساس إنها الدايرة السحرية، وهعمل جواها 6 غرز حشو. منساش طبعا إني أعلم بداية الدور. كده أنا عملت أول غرزة حشو، هعمل كمان 5 غرز. كده أنا خلصت الدور الأول، والمفروض في آخر الدور الأول يبقى عندي 6 غرز حشو جوا دايرة سحرية. دلوقتي هبدأ الدور التاني، والدور التاني عبارة عن زيادات الدور كله. في كل غرزة موجودة عندي هعمل زيادة، والزيادة هي إني هعمل غرزتين حشو في مكان غرزة واحدة. منساش طبعا إني أعلم بداية الدور. كده أنا عملت غرزة حشو في أول غرزة موجودة عندي، هعمل كمان غرزة حشو في نفس الغرزة، وبكده أبقى عملت زيادة، وهفضل أعمل زيادات لغاية نهاية الدور التاني. المفروض في آخر الدور التاني يبقى عندي 12 غرزة. هخلص الدور وبعد كده هرجع أقابلكم. كده أنا خلصت الدور التاني، ودلوقتي هبدأ الدور التالت. والدور التالت عبارة عن غرزة حشو وبعد كده زيادة. في أول غرزة عندي من بداية الدور هعمل غرزة حشو، ومنساش طبعا إني أعلم بداية الدور، وبعد كده هعمل زيادة، والزيادة هي إني هعمل غرزتين حشو في مكان غرزة واحدة. وهفضل مكملة بالنمط ده لغاية آخر الدور، إني هعمل غرزة حشو وبعد كده هعمل زيادة. المفروض في آخر الدور التالت يبقى عندي 18 غرزة. هخلص الدور وبعد كده هرجع أقابلكم. كده أنا خلصت الدور التالت، ودلوقتي هبدأ الدور الرابع. والدور الرابع عبارة عن غرزتين حشو بعد كده زيادة. في أول غرزة عندي من بداية الدور هعمل غرزة حشو، ومنساش طبعا إني أعلم بداية الدور. في تاني غرزة هعمل غرزة حشو، وبعد كده هعمل زيادة، والزيادة هي إني هعمل غرزتين حشو في مكان غرزة واحدة. وهفضل مكملة بالنمط ده لغاية آخر الدور، إني هعمل غرزتين حشو بعد كده هعمل زيادة. المفروض في آخر الدور الرابع يبقى عندي 24 غرزة. هخلص الدور وبعد كده هرجع أقابلكم. كده أنا خلصت الدور الرابع، ودلوقتي هبدأ الدور الخامس. والدور الخامس عبارة عن 3 غرز حشو وبعد كده زيادة. فأول غرزة عندي من بداية الدور هعمل غرزة حشو، ومنساش طبعا إني أعلم بداية الدور. في تاني غرزة هعمل غرزة حشو، في تالت غرزة هعمل غرزة حشو،
وبعد كده هعمل زيادة، والزيادة هي اني هعمل غرزتين حشو في مكان غرزة واحدة، وهفضل مكملة بالنمط ده لغاية آخر الدور، اني هعمل 3 غرز حشو بعد كده هعمل زيادة. المفروض في آخر الدور الخامس يبقى عندي 30 غرزة. هخلص الدور وبعد كده هرجع أقابلكم. كده أنا خلصت الدور الخامس، ودلوقتي هبدأ الدور السادس. والدور السادس عبارة عن غرزة حشو في كل غرزة موجودة عندي. فأول غرزة عندي من بداية الدور هعمل غرزة حشو، ومنساش طبعا إني أعلم بداية الدور، وهفضل أعمل غرزة حشو في كل غرزة موجودة عندي لغاية نهاية الدور السادس. المفروض في آخر الدور السادس يبقى عندي 30 غرزة. هخلص الدور وبعد كده هرجع أقابلكم. كده أنا خلصت الدور السادس، ودلوقتي هبدأ الدور السابع. وأول حاجة هعملها في الدور السابع هي إني هعمل 9 غرز حشو. كده 1، ومنساش طبعا إني أعلم بداية الدور. كده 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9. وبعد كده هعمل بابل ستيتش. عشان اعمل بابل ستيتش هلف الخيط حوالين الابرة وهدخل الابرة جوه الغرزة، وهلف الخيط حوالين الابرة وهطلع الابرة، وكده هيبقى عندي 3 لفات حوالين الابرة. هلف الخيط حوالين الابرة وهطلع الابرة من لفتين، وكده هيبقى عندي لفتين حوالين الابرة. هلف الخيط حوالين الابرة وهدخل الابرة جوه نفس الغرزة، وهلف الخيط حوالين الابرة وهطلع الابرة، وكده هيبقى عندي 4 لفات حوالين الابرة. هلف الخيط حوالين الابره وهطلع الابره من لفتين، وكده هيبقى عندي 3 لفات حوالين الابره. هلف الخيط حوالين الابره وهدخل الابره جوه نفس الغرزه، وهلف الخيط حوالين الابره وهطلع الابره، وكده هيبقى عندي 5 لفات حوالين الابره. هلف الخيط حوالين الابره وهطلع الابره من لفتين، وكده هيبقى عندي 4 لفات حوالين الابره. هلف الخيط حوالين الابره وهدخل الابره جوه نفس الغرزه، وهلف الخيط حوالين الابره وهطلع الابره، وكده هيبقى عندي 6 لفات حوالين الابره. هلف الخيط حوالين الإبرة وهطلع الإبرة من لفتين بس، وكده هيبقى عندي 5 لفات حوالين الإبرة. هلف الخيط حوالين الإبرة وهدخل الإبرة جوه نفس الغرزة، وهلف الخيط حوالين الإبرة وهطلع الإبرة، وكده هيبقى عندي 7 لفات حوالين الإبرة. هلف الخيط حوالين الإبرة وهطلع الإبرة من لفتين بس، وكده هيبقى عندي 6 لفات حوالين الإبرة. بعد كده هلف الخيط حوالين الإبرة وهطلع الإبرة من ال6 لفات دول، وكده هبقى عملت بابل ستيتش. بعد كده هعمل 10 غرز حشو. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10. وبعد كده هعمل كمان بابل ستيتش، وهعملها بنفس الطريقة اللي أنا عملت بيها أول بابل ستيتش.
ما اعمل البابل ستيتش هعمل 9 غرز حشو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. كده انا خلصت الدور السابع، والمفروض في اخر الدور السابع يبقى عندي 30 غرزة، ولو انتوا حابين ممكن تعدوا الغرز في الاخر علشان تتأكدوا. دلوقتي في الدور الثامن والدور التاسع هعمل غرزة حشو في كل غرزة موجودة عندي. فأول غرزة عندي من بداية الدور هعمل غرزة حشو، ومنساش طبعا اني اعلم بداية الدور، وهفضل اعمل غرزة حشو في كل غرزة موجودة عندي في الدورين الجايين، الدور الثامن والدور التاسع. المفروض في اخر كل دور يبقى عندي 30 غرزة. هخلص الدورين دول وبعد كده هرجع اقابلكم. كده انا خلصت الدور التاسع، ودلوقتي هبدأ الدور العاشر. والدور العاشر عبارة عن 3 غرز حشو بعد كده تناقص. فأول غرزة عندي من بداية الدور هعمل غرزة حشو، ومنساش طبعا اني اعلم بداية الدور. في تاني غرزة هعمل غرزة حشو. في تالت غرزة هعمل غرزة حشو، وبعد كده هعمل تناقص. والتناقص هو اني هخلي غرزتين حشو غرزة واحدة، وهفضل مكملة بالنمط ده لغاية آخر الدور، إني هعمل 3 غرز حشو وبعد كده هعمل تناقص. المفروض في آخر الدور العاشر يبقى عندي 24 غرزة. هخلص الدور وبعد كده هرجع أقابلكم. دلوقتي هبدأ الدور ال11، وأول حاجة هعملها في الدور ال11 هي إني هعمل 9 غرز حشو. منساش طبعا إني أعلم بداية الدور. كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9. وبعد كده هعمل بابل ستيتش. وبعد ما اعمل البابل ستيتش هعمل 6 غرز حشو. 1 2 3 4 5
6. وبعد كده هعمل كمان بابل ستيتش. وبعد ما اعمل البابل ستيتش هعمل 7 غرز حشو. 1 2 3 4 5 6 7. كده انا خلصت الدور ال11، والمفروض في اخر الدور ال11 يبقى عندي 24 غرزة، ولو انتوا حابين ممكن تعدوا علشان تتأكدوا. دلوقتي هبدأ الدور ال12، والدور ال12 عبارة عن غرزة حشو في كل غرزة موجودة عندي. فأول غرزة عندي من بداية الدور هعمل غرزة حشو، ومنساش طبعا اني اعلم بداية الدور، وهفضل اعمل غرزة حشو في كل غرزة موجودة عندي لغاية نهاية الدور ال12. المفروض في آخر الدور ال12 يبقى عندي 24 غرزة. هخلص الدور وبعد كده هرجع أقابلكم. كده أنا خلصت الدور ال12، ودلوقتي هبدأ الدور ال13. والدور ال13 عبارة عن غرزة حشو بعد كده زيادة. فأول غرزة عندي من بداية الدور هعمل غرزة حشو، ومنساش طبعا إني أعلم بداية الدور، وبعد كده هعمل زيادة، والزيادة هي إني هعمل غرزتين حشو في مكان غرزة واحدة، وهفضل مكملة بالنمط ده لغاية آخر الدور، إني هعمل غرزة حشو بعد كده هعمل زيادة. المفروض في آخر الدور ال13 يبقى عندي 36 غرزة. هخلص الدور وبعد كده هرجع أقابلكم. كده أنا خلصت الدور ال13، ودلوقتي هبدأ الدور ال14. والدور ال14 عبارة عن غرزة حشو في كل غرزة موجودة عندي. فأول غرزة عندي من بداية الدور هعمل غرزة حشو، ومنساش طبعا إني أعلم بداية الدور، وهفضل أعمل غرزة حشو في كل غرزة موجودة عندي لغاية نهاية الدور ال14. المفروض في آخر الدور ال14 يبقى عندي 36 غرزة. هخلص الدور وبعد كده هرجع أقابلكم. كده أنا خلصت الدور ال14، ودلوقتي هبدأ الدور ال15. وأول حاجة هعملها في الدور ال15 هي إني هعمل 20 غرزة حشو. كده 1، منساش طبعا إني أعلم بداية الدور، 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. وبعد كده هعمل 8 سلاسل. 1 2 3 4 5
6 7 8. وبعد كده في تاني سلسلة من الإبرة هعمل جواها غرزة حشو، وبعد كده هعمل كمان 6 غرز حشو في كل سلسلة موجودة عندي. كده 3 4 5 6 7. كده أنا عملت 8 سلاسل، وبعد كده عملت 7 غرز حشو بداية من تاني سلسلة من الإبرة. بعد كده هعمل 15 غرزة حشو، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. كده أنا خلصت الدور ال15، والمفروض في آخر الدور ال15 يبقى عندي 36 غرزة، وهو ده شكل الفيل لحد دلوقتي. دلوقتي هبدأ الدور ال16، والدور ال16 عبارة عن غرزة حشو في كل غرزة موجودة عندي. فأول غرزة عندي من بداية الدور هعمل غرزة حشو، ومنساش طبعا إني أعلم بداية الدور، وهفضل أعمل غرزة حشو في كل غرزة موجودة عندي لغاية نهاية الدور ال16. المفروض في آخر الدور ال16 يبقى عندي 36 غرزة. هخلص الدور وبعد كده هرجع أقابلكم. كده أنا خلصت الدور ال16، ودلوقتي هبدأ الدور ال17. والدور ال17 عبارة عن غرزتين حشو وبعد كده تناقص. فأول غرزة عندي من بداية الدور هعمل غرزة حشو، ومنساش طبعا إني أعلم بداية الدور. في تاني غرزة هعمل غرزة حشو، وبعد كده هعمل تناقص، والتناقص هو إني هخلي غرزتين حشو غرزة واحدة، وهفضل مكملة بالنمط ده لغاية آخر الدور، إني هعمل غرزتين حشو وبعد كده هعمل تناقص. المفروض في آخر الدور ال17 يبقى عندي 27 غرزة. هخلص الدور وبعد كده هرجع أقابلكم. كده أنا خلصت الدور ال17، ودلوقتي في الدور ال18 والدور ال19 هعمل غرزة حشو في كل غرزة موجودة عندي، ومش هعمل أي زيادات أو أي تناقصات. فأول غرزة عندي من بداية الدور هعمل غرزة حشو، ومنساش طبعا إني أعلم بداية الدور، وهفضل أعمل غرزة حشو في كل غرزة موجودة عندي في الدورين الجايين، الدور ال18 والدور ال19. المفروض في آخر كل دور يبقى عندي 27 غرزة. هخلص الدورين دول وبعد كده هرجع أقابلكم. كده أنا خلصت الدور ال19، ودلوقتي هبدأ الدور ال20. والدور ال20 عبارة عن غرزة حشو وبعد كده تناقص. فأول غرزة عندي من بداية الدور هعمل غرزة حشو، ومنساش طبعا إني أعلم بداية الدور، وبعد كده هعمل تناقص، والتناقص هو إني هخلي غرزتين حشو غرزة واحدة، وهفضل مكملة بالنمط ده لغاية آخر الدور، إني هعمل غرزة حشو وبعد كده هعمل تناقص. المفروض
المفروض في آخر الدور 20 يبقى عندي 18 غرزة. هخلص الدور وبعد كده هرجع أقابلكم. كده أنا خلصت الدور 20، ودلوقتي قبل ما أكمل هبدأ أحشي الفيل بتاعي. دلوقتي هبدأ الدور 21، والدور 21 عبارة عن غرزة حشو وبعد كده تناقص. فأول غرزة عندي من بداية الدور هعمل غرزة حشو، ومنساش طبعا إني أعلم بداية الدور، وبعد كده هعمل تناقص، والتناقص هو إني هخلي غرزتين حشو غرزة واحدة، وهفضل مكملة بالنمط ده لغاية آخر الدور، إني هعمل غرزة حشو وبعد كده هعمل تناقص. المفروض في آخر الدور 21 يبقى عندي 12 غرزة. هخلص الدور وبعد كده هرجع أقابلكم. كده أنا خلصت الدور 21، ودلوقتي هبدأ الدور 22، والدور 22 عبارة عن تناقصات الدور كله. هفضل أعمل تناقصات لغاية نهاية الدور. منساش طبعا إني أعلم بداية الدور. كده أنا عملت أول تناقص، هعمل كمان 5 تناقصات لغاية ما أوصل لنهاية الدور 22. المفروض في آخر الدور 22 يبقى عندي 6 غرز. هخلص الدور وبعد كده هرجع أقابلكم. ممكن برضو في الدور 22 توقفوا علشان تحشوا الفيل بتاعكم كمان شوية. بعد ما اخلص الدور 22 هشيل العلامة اللي انا كنت حطاها، وبعد كده هعمل غرزة منزلقة، وهقص الخيط وهسيب كمية تكفي اني اقدر اقفل بيها الفيل، وهشد الخيط بالشكل ده. وبعد كده علشان اقفل الفيل هدخل الخيط جوه الابرة، وبعد كده هعدي الابرة على ال6 غرز اللي متبقيين بالشكل ده. بعد كده هشد الخيط، ولو انتوا حابين ممكن تعدوا الإبرة ما بين الغرز علشان تتأكدوا ان الفيل اتقفل كويس. ودلوقتي هعمل ودان الفيل، وعلشان اعمل الودان اول حاجة هعملها هي اني هعمل 5 غرز حشو جوه دايرة سحرية، وبرضو هنا هستخدم طريقة السلسلتين وانا بعمل الدايرة السحرية.
كده أنا خلصت الدور الأول، والمفروض في آخر الدور الأول يبقى عندي 5 غرز حشو جوه دايرة سحرية. دلوقتي هبدأ الدور التاني، والدور التاني عبارة عن زيادات الدور كله. في كل غرزة موجودة عندي هعمل زيادة، والزيادة هي إني هعمل غرزتين حشو في مكان غرزة واحدة. منساش طبعا إني أعلم بداية الدور. كده أنا عملت غرزة حشو في أول غرزة موجودة عندي، هعمل كمان غرزة حشو في نفس الغرزة، وبكده أبقى عملت زيادة، وهفضل أعمل زيادات لغاية نهاية الدور التاني. المفروض في آخر الدور التاني يبقى عندي 10 غرز. هخلص الدور وبعد كده هرجع أقابلكم. كده أنا خلصت الدور التاني، ودلوقتي هبدأ الدور التالت، والدور التالت عبارة عن غرزة حشو وبعد كده زيادة. في أول غرزة عندي من بداية الدور هعمل غرزة حشو، ومنساش طبعا إني أعلم بداية الدور، وبعد كده هعمل زيادة، والزيادة هي إني هعمل غرزتين حشو في مكان غرزة واحدة. وهفضل مكملة بالنمط ده لغاية آخر الدور، إني هعمل غرزة حشو وبعد كده هعمل زيادة. المفروض في آخر الدور التالت يبقى عندي 15 غرزة. هخلص الدور وبعد كده هرجع أقابلكم. كده أنا خلصت الدور التالت، ودلوقتي هبدأ الدور الرابع، والدور الرابع هيكون مختلف شوية. أول حاجة هعملها في الدور هي إني هعمل سلسلة، وبعد كده هلف الشغل بتاعي، وبعدين هعمل 13 غرزة حشو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. بعد كده هقص الخيط، وهسيب كمية من الخيط أقدر بيها إني أخيط الودان على الفيل، وهشد الخيط بالشكل ده، وبعد كده هخفي بداية الخيط. وبكده أبقى خلصت أول ودن. هعمل تاني ودن بنفس الطريقة، وبعد كده هرجع أقابلكم. كده أنا خلصت الودنين، ويلا بينا دلوقتي نخيطهم على الفيل. بعد ما اخيط اول ودن هخيط تاني ودن بنفس الطريقة، وبعد كده هرجع اقابلكم. بعد ما اخيط الودان دلوقتي هعمل ديل الفيل، وعلشان اعمل الديل هشبك الخيط بتاعي على الدور السابع، وبعد كده هعمل 7 سلاسل. 1 2 3 4 5 6 7. وبعد كده هقص الخيط، ومش لازم اسيب كمية كبيرة من الخيط، وهقفل ديل الفيل بالشكل ده، وبعد كده هقص الخيط الزيادة. وهخفي بداية الخيط اللي أنا شبكت بيها الديل.
كده هلزق عيون الفيل، وهحط العيون ما بين الدور ال16 والدور ال17، حوالي 4 غرز ما بين بعض. ولو انتم معندكوش العيون البلاستيك ممكن تستخدموا خيط اسود علشان تقدروا تعملوا بيه العيون. وكده انا لزقت عيون الفيل. ممكن برضو لو انتوا حابين تعملوا للفيل حواجب، لكن انا حابة صريحة معاكم، الحواجب دي معجبتنيش ففي الاخر انا شلتها. بعد كده ممكن برضو تعملوا للفيل خدود، وبما ان انا عملت الفيل لونه بينك انا اخترت اني اعمل الخدود باللون الابيض، وعملت الخدود تحت العين حوالي غرزة كده بعيدة عن العين. وبكده ابقى خلصت الفيل بتاعي. يا رب يكون الفيديو ده عجبكم، لو في اي اسئلة عندكم ممكن تكتبوها في التعليقات وانا هحاول بقدر الامكان اني ارد عليها. لو في اي حاجة تانية انتوا حابين تعملوها ممكن برضو تكتبوها في التعليقات وان شاء الله اعمل لكم فيديو عنها. لو عملتوا الفيل ده ممكن تحطوه على الانستجرام او على التيك توك وتعملوا لي منشن، احب جدا اني اتفرج على ابداعاتكم. يا رب يكون الفيديو ده عجبكم، هشوفكم المرة الجاية على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.